أو أخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي، فقال لهما أحدكم امضيا بسلام استدفيا واشبعا، ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعة. يعني لو جالك حد صعب عليك قوي وقلت يا خبر ازاي هو عريان كده والدنيا برد، ما ينفعش الكلام ده، لازم قلبي يتحرك، فراح قلبك اتحرك، ده اسمه الإيمان. انت مصدق فعلا ان ما يصحش ده يحصل. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. وصلنا مع بعض في يعقوب الاصحاح الثاني آية 14. يقول: ما المنفعة يا اخوتي ان قال احد ان له ايمان ولكن ليس له اعمال؟ هل يقدر الايمان ان يخلصه وحده؟ عايز يقول طب ده احنا دايما بنقول الايمان ده اهم حاجة. الايمان من غير ما واحد يؤمن بربنا وبخلاصه وبفدائه مش هيروح السماء. يبقى هو المفروض يدخل السماء، الايمان ده اساسي. ايوه، بس الايمان تعريفه انه لازم ينضح عليا في عمل، والا ما يبقاش ايمان، يبقى فكرة. الايمان في الفكر المسيحي هو منظومة عملية، حاجة هعملها. تخيلوا لو في ولد من ولادنا مؤمن قوي بان من يذاكر ينجح، مؤمن بيها دي. طب وعنده امتحان بكرة ما بيذاكرش، يبقى هو مؤمن بيها؟ هو سمعها مثلا او عجبته، لكن لو عايزين نقول انه مؤمن بيها يبقى لازم يكون بينفذها. فهنا يقول مش تقليلا من الايمان، لكن عايز يقول ولكن ليس له اعمال. يعني الايمان ملوش اعمال. هل يقدر الايمان بدون الاعمال ان يخلصه؟ طب هل الاعمال لوحدها من غير ايمان تخلص الانسان؟ لا برضه. يعني لو واحد طيب يعني بيعمل حاجات كويسة مش معنى كده يروح السماء. لكن المنظومتين، الاعمال الناتجة من الايمان، يعني انا مؤمن بربنا جدا وبالتالي بعمل بناء على ايماني بيه وبربنا يسوع وبفداء المسيح وتجسده ومحبته ليا وبذله لي. ده بينضح على لما اشربه قوي، اشرب الاقتناع بتاع العقيدة دي، اؤمن بيها تماما، تقوم تنضح عليا باعمال مسيحية حقيقية. لان حتى لو جه انسان بيعمل اعمال خيرية لكن مش ناطحة نتيجة انه متشبع بفكرة المسيحية، فهتلاقي برضو الخير انساني، لانه ما عندوش فكرة ان الله مات من اجلي علشان يفديني عن خطيتي انا بدون ذنب ليه هو. الفكرة اللي فيها الميل التاني في التضحية، والميل التاني واللا محدودية في الخير والتسامح والتنازل، دي فكرة مش إنسانية. الإنسان العادي ما يجيبهاش، بل بالعكس ممكن يشوفها حماقة، لأن الصليب عند اليهود جهالة أو حماقة أو عار، لكن عندنا إحنا هي قوة الله. ليه؟ لأن إحنا مؤمنين بالفداء. يبقى الإيمان بالعقائد المسيحية المصاحب بأعمال ناتجة من هذا الإيمان هو ده اللي دخل واحد السماء. أنا مؤمن إن ما ينفعش أبقى من أهل العالم، لازم أتولد ولادة جديدة وروح ربنا يسكن فيا وموت عن آدم الأولاني ده، فتعمدت وأعيش وفق الطبيعة الجديدة اللي جواي. أقول لربنا أبونا، المسيح يتصور فيا بالأعمال، دايما أناديله ودايما معايا، وجعلته عن يميني لا أتزعزع. المنظومة دي، الإنسان اللي من النوع ده هو ده الإنسان المرشح للسماء. يبقى الإيمان لوحده من غير ما يبان فيه أعمال أصبح فكرة، والأعمال لوحدها من غير إيمان بتكون ناقصة. احنا عايزين إيمان مسيحي نتج عنه أعمال مسيحية. إن كان أخ أو أخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي، فقال لهما أحدكم امضيا بسلام استدفيا واشبعا، ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعة. يعني لو جالك حد صعب عليك قوي وقلت يا خبر ازاي هو عريان كده والدنيا برد، ما ينفعش الكلام ده،
لازم قلبي يتحرك. فراح قلبك يتحرك، ده اسمه الايمان. انت مصدق فعلا ان ما يصحش ان ده يحصل، وانت عندك امكانيات تساعده، بس منعت الامكانيات دي وقلت له روحوا بقى اشبعوا واستدفئوا. كده يبقى ايمانك كان نظري، لان كان في ايديك تساعدهم وانت مش عايز، يبقى ده مش ايمان، دي فكرة عجبتك. لكن لما تترجم لعمل وتطلع من اعوازك وتدي، وتقلع ثوبك وتدي، كده انت ايمانك مقتنع بيه لدرجة انه تترجم لاعمال مسيحية، اعمال من ام الميل التاني. كده المنظومة دي هي اللي مطلوبة. هكذا الايمان ايضا ان لم يكن اعمال ميت في ذاته. يعني كأن عندك حاجة حية جدا اسمها الايمان، بس انت موتها لانها ما طلعتش في هيئة اعمال. لكن يقول قائل انت لك ايمان وانا لي اعمال. يجوا اتنين يقابلوا بعض، واحد يقول للتاني على فكرة انا مؤمن بالمسيح، والتاني يقول له لا بس انا بعمل اعمال خير اكتر منك، ويخشوا في خناقة. راجل طيب بس مش مسيحي، وواحد مسيحي بس مش طيب، مين فيهم بقى يكسب في الخناقة؟ فقال لك ولا ده ولا ده، وراح مجاوب ايه؟ ارني ايمانك بدون اعمالك وانا اريك باعمالي ايماني. يبقى ما ينفعش اقول ايمان من غير اعمال، وما ينفعش اقول اعمال من غير ايمان. هي في كلمة واحدة اللي محتاجينها، ارني ايمانك باعمالك، او انا اريك باعمالي ايماني. لازم اعمالي تكون تشهد على ايماني، ولازم ايماني ينتج عنه اعمال. نقف هنا واديكم شوية امثلة. يعني ما ينفعش اكون انا مؤمن جدا بفداء المسيح وانا لسه محبتي للناس لا ترقى الى مستوى الفداء. بولس الرسول يقولها، يقول ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح، إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون مساويا لله، أخلى ذاته وأخذ صورة عبد وصائر في شبه الناس، وأطاع حتى الموت، موت الصليب. فبيقول ليكن فيكم هذا الفكر، يعني لازم أنت كمان يكون في حياتك نوع من البذل اللا منطقي أو الغير مبرر. الأعمال الخيرية الغير مسيحية ليها تبرير، ليها منطق عقلي. أنا بحس براحة نفسية لما ادي الغلبان. انا عايز اعمل اعمال، لازم يكون في مؤسسات خيرية عشان المجتمع يستقيم. انا اطلع فلوس عشان ابقى انسان في نظر الناس مش اناني ومش طماع. كلها عشان 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 عشان. طالما وجدت علشان اجر حتى لو كان راقي، ده لسه مش حب مسيحي. انت لو مؤمن بالفداء يبقى هكذا احب الله العالم. يعني ايه هكذا؟ just like that، يعني بدون سبب، بدون سبب احبنا. يعني انت ما فيش من وراء محبتك للناس مكسب، هنا ابتديت تحب حب مسيحي. فانت مؤمن بالفداء لازم ينتج عنه محبة باذلة. انت مؤمن بضرورة التغيير، لازم ينتج عنه توبة صادقة. ما ينفعش تكون مؤمن بيها بس، لازم نتغير، لازم نتغير. وبنوعظ الناس ان لازم نبعد عن الخطية، بس انا من جوه اعمالي تشهد اني بقالي سنة ما رحتش لأب اعترافي، ودموعي جافة، واللي فيه صابح فيه نايم فيه. يبقى هي مش ايمان بالتوبة والتغيير طالما ما نتجش عنها عمل. لو انا مؤمن بقيامة الأموات وحياة الدهر الآتي أمين، يصح يبان على أعمالي إن العالم بالنسبة لي غربة، وقت غربة بقضيه بأمانة وبفرح في المسيح، مش غم ولا حاجة، لكن يومين أروح السماء وده أنا مستنيه. لو دي مش حاضرة في ذهني يبقى أنا مش مؤمن كفاية بأن في حياة ما بعد الموت. هو نظريا ممكن أكون مؤمن، لكن لازم تنضح على تصرفاتي، وإلا يبقى إيماني ناقص. كل ما الواحد يؤمن أكتر بالعقيدة كل ما ينتج عنه سلوك. علشان كده أحبائي، البعض يقول ليه نقعد ندرس عقيدة، وليه نقعد ندرس إيمانيات، وليه نقعد ندرس دفاعيات، وليه نقعد ندرس تثبيت الإيمان؟ لأن كل ما الإيمان يرسخ
ينتج عنه سلوك افضل. لو واحد مؤمن جدا ان ربنا بيسمع لصلاته وان الصلاة بتحرك الاحداث، هينتج عنها انه ما بيبطلش صلاة. بدليل ان لو جه واحد تاني بقى مهزوز جدا في فكرة الصلاة، يقول لك ما هو ربنا في الاخر بيعمل اللي هو عايزه، واصلا صلاتي ما هو ربنا عارف هيعمل ايه قبل ما انا اصلا. تفتكر هيبقوا صلاته حارة؟ لا. ليه؟ لان الايمان مهزوز. اي عمل روحي هو في الاصل ليه جدر عقيدة، وكل ما الجدر بتاع الشجرة يبقى قوي الساق والفروع تبقى ثابتة. الجدر مهزوز، الساق والفروع تبقى مش ثابتة. واحد مؤمن جدا بالشفاعة طول النهار عمال متحوط بالقديسين وبيكلمهم. واحد متشكك في الشفاعة يولع الشمعة قدام الأيقونة على مضض. التاني عمال يزور أجساد قديسين وعمال يعمل زفة للقديسين وفي البيت يعمل لهم تمجيد يبقى هي أفعال اسمها التمجيد والزفة ناتجة عن إيمان بالشفاعة. فهمتوا الفكرة؟ يبقى الإيمان ينتج عنه سلوك روحي. الاتنين مش منفصلين عن بعض، مفيش قطع. مش العقيدة في حتة ودي صعبة لكن خلينا في الروحيات ودي سهلة. لا، هو عشان تقوي الروحيات لازم تقوي العقيدة. لو واحد مش مؤمن بضرورة الجهاد ومعتبر دخولنا السما مضمون، هيعمل مطنيات ليه؟ هيصوم ليه؟ قوة الصيام عنده هتبقى ضعيفة لو هو مش مؤمن بضرورة اني اقمع جسدي واستعبده. واذا ما عملتش كده هتفلت مني، لان نعمة ربنا غنية صحيح بس لازم تشوفني بجتهد. لو انا مش مؤمن بالعقيدة دي اللي اسمها ضرورة النعمة مع الجهاد، مش نعمة بس ومش جهاد بس، لو انا مش مؤمن بيها ديبلي بعمق، هتطلع الصوم فاتر والمطانية اتلكك عشان ما اعملهاش. لكن لو انا مؤمن بضرورتها جدا هعملها جدا. واحد مؤمن بجسد ودم المسيح، وان اللي قدامي على المسبح جسد حقيقي ودم حقيقي، هتلاقيه جاي بيتناول في منتهى الخشوع وبيحرص جدا على الاستعداد للتناول، ودايما عنده شعور بعدم الاستحقاق، لان العقيدة ايمانه بجسد دم المسيح قوي قوي. وحد تاني يجي على اخر 5 دقايق في القداس، ولو ابونا قال له معلش نتناول القداس اللي وراه يزعل ويتقمص، مش مستعد قوي ومش تايب قوي. بصراحة هو عيب في السلوك، بس هو لازم بيكون اصله ضعف في الايمان. كل ما الايمان قوي كل ما الروحيات تبقى اقوى. عشان كده لو انت في حتة عندك ضعيفة دور على اصلها العقيدي، غالبا محتاج يتقوى. واحد اقول لكم ابسط الحاجات، واحد مثلا عنده الادانة شديدة طول النهار، ادانة 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 ادانة، مش هنقول له امسك لسانك، مش بس كده. هي لو صدق قوي ان ليس رحمة لمن لم يستعمل الرحمة، لو صدق دي، لو آمن فعلا ان بالكيل الذي تدينون به او تكلون به يكال لكم، لو هو مؤمن جدا بالآية دي غصبا عنه هيقعد يراجع نفسه كتير قوي، يمسك نفسه قوي ويقع كل مرة فين وفين وياخد باله، لأنه مؤمن بالحقيقة إني في يوم ما هقابل المسيح وجها لوجه هيقول لي إزاي كنت بتعمل كده، مش أنا وصيتك. لو أنا مؤمن ده هيحصل فعلا، إن هيقول لي زي ما كنت بدين الناس، أنت اللي عملت المكيال لنفسك. المكيال اللي عملت مكيال واسع قوي ولا ضيق قوي؟ أعدي لك ولا مش أعدي لك؟ بتعتمد على أنت دلوقتي بتعدي للناس ولا لأ. لو مؤمن جدا بالمعنى ده هتلاقي سلوكياتك بقت خالية من الإدانة إلى حد ما، صح ولا لأ؟ يبقى كلمة الإيمان والأعمال دي أساسية في عقيدتنا الأرثوذكسية. في البعض ينادي بالإيمان وما يركزش على إنه لازم يكون ليه أعمال واضحة، وفي البعض ينادي بالأعمال وما يركزش على حتة الإيمان اللي من وراه. يعني أقول وبمنتهى الاحترام والمحبة لكل الطوائف، لكن هي باينة. إخواتنا بروتستانت حلوين خالص، ينادوا جدا بالإيمان لكن ما يحبوش يركزوا على الأعمال. آمن بدم المسيح، آمن بفداء المسيح، المسيح يقدر يحررك، وده كلام حلو فعلا، بس فين إنه بقى
طب يلا نصوم ويلا نجتهد وخلينا الفترة اللي جاية نزود مطنيات. الحتة دي غايبة إلى حد ما في الوعظ البروتستانتي. العكس، إخواتنا وأحبائنا جدا الكاثوليك، دول أحبائنا جدا ودول أحبائنا جدا يعني، بس إخواتنا الكاثوليك ينادي أو كان بالذات في العصور الأبعد من دي شوية ينادي جدا بالجهاد لدرجة التطرف فيه أحيانا، زي ما هنا ساعات ينادي بالإيمان لدرجة التطرف، فيقول لك طالما أنت مؤمن باسم المسيح أنت داخل السماء مضمونة. تطرف قوي في أن الإيمان بس اللي بيخلص. عند إخواتنا الكاثوليك في العصور الوسطى تحديدا كان تطرف جدا في أن الخلاص بالجهاد. يعني يقول لك مثلا إيه، اللي يطلع على سلالم الكاتدرائية بتاعت سان بيتر على ركبه مع كل 3 سلالم يتغفر له 10 خطايا. ده احنا كده مش فداء المسيح، وده ما جبناش سيره، ده ما جبناش سيره الايمان خالص، دي حاجه جهاد بحت. لا، انا لازم عشان اعمل حاجه يكون ليها خلفيه ايمانيه. او يمكن لما حضراتكم تفتكروا من سنين فاتت، انا لما كنت صغير بقى حضرت الفتره دي، احبائنا الكاثوليك كان دايما عندهم فكره ايه، مثلا صلوه اقراها 10 مرات، لو قريتها 10 مرات بعد ال10 مرات دول هيحصل لك حاجه حلوه او كده. ده فكر جهادي متطرف. هو دلوقتي يعني اخواتنا الكاثوليك واخدين بالهم من الحته دي زياده. العقيده الارثوذكسيه مش شكرانيه ومش تطرف ولا تعصب، يعني هي اللي في النص، مش عشان ترضي جميع الاطراف، لكن هو عشان هي مكتوبه كده، لازم ايمان واعمال الاثنين. انا عندي ايمان ينضح عليه اعمال او ينتج منه اعمال. لازم اي عمل اعمله يكون لي اصل ايماني، ولازم اي ايمان انادي بيه لازم يكون لي تطبيق. اي وعظه ارثوذكسيه لازم هتلاقي فيه جزء ايماني، ايات من الانجيل بنشرحها وبعدين تدريب في الاخر نعمله، مش كده؟ حتى انتوا لما بقيتوا خدام في اي كنيسه ومدارس احد او اي نشاط نقول لك كده، في الدرس والتدريب. لازم التدريب بس يبقى جهاد، درس بس يبقى ايمان. احنا عايزين الاثنين. من هنا القديس يعقوب زي ما بقول لكم يركز على الاثنين، واقولها لكم لينا احنا. شوف نقطة ضعفك فين، غالبا دي ينقصها ايمان. افكارك بتشد وبتطلقها لنفسك، محتاج تفكر ان في حاجة اسمها عذاب. لا زنا يدخلون ملكوت السماوات. كان مكتوبة مرة في بستان الرهبان ان راهب كان بيتحارب بافكار شريرة جدا، والشيطان تملك منه جدا، فبقى بيوقعه في تصرفات سخيفة حتى هو لوحده في القلاية يعني، لغاية ما ربنا عشان ينقذه وراله مشهد في رؤية كده، وراله منظر من نهاية العالم، والأجسام وهي في الجحيم، والأجسام وهي أخطيت يعني نتنة، لدرجة ان ربنا زي ساب فيه انطباع كده بانه مشمئز جدا انه يعيش النوع ده من الحياة. لما صدق ان ده هيحصل في نهاية العالم، فعلا في حاجة اسمها عذاب حقيقي، مش مجازي ومش بنخوف، هو فعلا في عذاب حقيقي. لما الفكرة اترسخت في دماغه جدا، مكتوب في بستان الرهبان ازاي هو من بعد هذه الرؤية رجع لنفسه وقال انا اعمل حساب الحياة الابدية، احنا مش بنهزر. يبقى نقطة الضعف اللي عند الواحد صحيح محتاجة تدريبات وما إلى آخره، لكن إيه رأيك ابحث عن الأصل الإيماني اللي من وراء الحاجة، لعله يكون ده اللي محتاج نأكد عليه. نكمل مع بعض. أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. حبيبتي كل الكنيسة اتبرجلت. هاتي ورقة حبيبي. حاضر هجاوب معنا. الآية تقول أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. إيه الآية دي؟ الآية دي عايز أقول لكم فيها حاجتين. البعض ينادي ويقول أنتم
كمسيحيين بتنادوا بالثالوث، يبقى انت بتؤمن بثلاثة. الإجابة احنا نؤمن بثلاثة أقانيم لإله واحد أمين، باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين، مثلث الأقانيم. أنا إنسان واحد أمين، لكن أنا جسد ونفس وروح، صح؟ فيا كيان اسمه الروح مثلا، بدليل ان لما هموت هبقى جسدي في القبر اسمه ابونا لوقا، وروحي في السماء بتكلم مثلا ماري جرجس. لو رحت الفردوس بنعمة ربنا كلم ماري جرجس. مين اللي بيكلم ماري جرجس؟ ابونا لوقا برضه. هما اتنين ابونا لوقا، هو ابونا لوقا. بس بالاضافه لكده اللاهوت مش ان الاب في السماء والابن على الارض، لا، الابن مش جسد زي الجسد هنا ما فيهوش روح، لا، الابن فيه الاب وفيه الروح القدس على طول، والاب فيه الابن وفيه الروح القدس. يعني انا بكلم المسيح بيكلم بطرس كده، هو الابن الظاهر في الجسد بس فيه الاب، انا في الاب والاب فيا، وفيه الروح القدس، والاب فيه الابن وفيه الروح القدس، والروح القدس اللي بيحل علينا فيه الاب وفيه الابن. عشان كده ما عندناش حاجه اسمها انا بكلم الابن دونا عن الاب والروح، مفيش حاجه اسمها كده. الاب دايما فيه الابن وفيه، لا ينفصلوا ابدا، لانه اله واحد. زي ابونا لوقا انسان واحد، جسد ونفس وروح، لكن في الانسان لا، ممكن الجسد يبقى في القبر، الروح تبقى في السماء. زي هما الاثنين ابونا لوقا واحد امين، لكن ممكن ينفصلوا. في اللاهوت لا ينفصلوا، الابن والاب لا ينفصلوا. حتى لو كنت بخاطب الابن لانه بيكلم بطرس، لكن انا في الاب والاب فيا والروح فيه. فاحنا ما بنخاطبش او ما بنعبدش ثلاث الهه طبعا. فالايه دي تدل على كده. ده مش احنا بس اللي ما بنعبدش ثلاث الهه، الحقيقه دي منطقيه حتى للشياطين. انت تؤمن ان الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويخشعون. حتى الشياطين عارفين الله واحد. ما ينفعش حد يجي يقول كمسيحيه لا نؤمن بإله واحد، ده حتى الشياطين بتؤمن بإله واحد، ما بالك الإنسان. لأن منطقيا الله فيه كل الصفات الكاملة، الله مالئ الكل. إزاي هيكون في إله تاني مالئ الكل برضه؟ فين باقي؟ ملوش مكان بقى. هو في إله واحد مالئ الكل، التاني لو في إله تاني هيبقى فين؟ الله قادر على كل شيء، يبقى أكيد قدر على الإله الآخر ده. فما عندناش ثنائية الله، إله الشر وإله الخير أو كذا أو كذا. إله واحد مالئ الكل، إله واحد قادر على كل شيء، لكن مثلث الأقانيم مش مثلث الآلهة. الشمس منورة القاعة، الشعاع الشمس منور القاعة، بنقول الشمس نورت القاعة. واحد ماشي في الحر جاله ضربة شمس من حرارة الشمس، بس بنقول جاله ضربة شمس. لكن في الآخر هي مش شمس نورت القاعة وشمس تانية ضربته في راسه وشمس تالتة موجودة في السماء، هي شمس واحد أمين. لكن بنقول الشمس نورت القاعة والشمس جابته ضربة شمس. إنسان واحد أمين، بس ليه روح وليه نفس وليه جسد. فالله واحد. إيه المشكلة في كده؟ الله واحد مثلث الأقانيم، آب وابن وروح قدس. لكن هنا الجميل ان الآية بتقول انت عارف ان ربنا واحد. على فكرة انت ما اضفتش كتير، اصل هو هنا بيتكلم على الايمان والاعمال. انت عارف ان ربنا واحد، ما لكش فضل انك بتؤمن بكده، لان ده ايمان على مستوى الفكر، لكن لازم يترجم لعمل، والا تبقى عامل زي الشياطين. الشياطين ما بيؤمنوش ان الله واحد واكتفوا، هم عارفينها كمعلومة، بس جت اعمالهم ايه بقى؟ يعندوا الله ويقولوا احنا هنرفع كرسينا فوق الله وهنبقى إله أعظم منه. لو أنت يا شيطان كنت مؤمن بحقيقي إن الله واحد أمين، ما كنتش فكرت كده، كنتش عملت كده. فإحنا إذا كنا هنؤمن بس إن الله واحد، لكن إحنا متكبرين كبرياء الشيطان، بناخد مكان ربنا في إدانة الناس والحكم عليهم، يبقى كلنا عملنا إله تاني أمين. واخد بالكم عايز يقول إيه؟ هو برضو تحت سياق ان الايمان لازم يترجم لاعمال. فلو انت بتؤمن ان الله واحد، لازم تترجم ان له هو وحده الدينونة، له هو وحده المجد. ما تبحثش على كرامتك، ما تبحثش على مجدك، ما تبحثش على فضلك، ما تبحثش ان انت تدين الناس. ده الله الواحد اللي يعمل كده. ما تقعش وقعة الشيطان اللي هو آمن ان الله واحد، بس جت تصرفاته كبرياء وذات ومجد وإدانة. فهمتوا الفكرة هو عايز يقول ايه في الآية دي؟
بعد كده يدخل على إبراهيم، يقول ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ إحنا عندنا آية واضحة بتقول إن إبراهيم تبرر بالإيمان. أيوة، إبراهيم تبرر بالإيمان، بس عرفنا منه إن هو عنده إيمان، إن لما ربنا قال له ثق فيا يا إبراهيم وخد إسحاق روح اذبحه، عمل يشير إن هو مؤمن. فلأنه ترجم إيمانه الأعمال عرفنا إن إبراهيم مؤمن، وتأكد له إن هو مؤمن، وعمل أعمال تنم على إيمانه. فهنا بيقول لهم إبراهيم اللي انتوا دايما تقولوا إبراهيم تبرر بالإيمان، طب ما إبراهيم عمل أعمال عشان يدل على إن إيمانه حقيقي أهو. ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ فترى أن الإيمان عمل مع أعماله، وبالأعمال أكمل الإيمان، وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله. يبقى آمن إبراهيم بالله كان لازم تترجم لعمل. عشان كده احنا أحبائي اسمنا مؤمنين بالله. طب هل احنا إيماننا بيترجم لعمل؟ لو ما ترجمش يبقى حتة ان احنا مؤمنين question mark. لازم هتترجم في حياتنا هذا الإيمان. إبراهيم اترجمت انه أطاع ربنا جدا، اللي قاله له على رقبته ان شاء الله أضحي بابني. يبقى لو أنا عايز أقول أنا مؤمن، يبقى هتيجي وصية هتقول لي إياك تكذب، هقول وانا على رقبتي مش هكذب وليكن ما يكون. كده يبقى انت مؤمن فعلا، كده يبقى ايمانك ظهر في اعمالك. كذلك رحاب الزانية ايضا، اما تبررت بالاعمال اذ قبلت الرسل واخرجتهم في طريق اخر، لانه كما ان الجسد بدون روح ميت، هكذا الايمان ايضا بدون اعمال ميت. رحاب امنت ان ربنا مع الناس دول، ودول ربنا بينجح طريقهم لان هم اولاده، انا عايز ابقى معاهم. وبناء على هي عايز تبقى معاهم بقت في اتجاههم، بقت بتحابلهم، خدت ريسك ان هي تهربهم عندها. الريسك ده او العمل اللي عملته ده نتج عنه دليل قاطع ان ايمانها قوي. اذا يا احبائي نطلع من الجزء ده ان كل واحد منا هيراجع نفسه. يا ترى انا اعمالي بتشهد لايماني؟ لما بتطلع عشور معناها انك عندك ايمان، لان مفيش اي دليل مادي بيقول لك ان ربنا هيعوضك على اللي انت دفعته ده وهيبارك لك، انت مؤمن بس. لما بتضحي من وقتك عشان خاطر ناس غلابة ومحدش شايف تضحيتك دي غير ربنا، انت مؤمن قوي، لانك بتحب ربنا بجد كده. ايمانك ما وقفش عند حدود الفكرة، هو الترجم. لما تدخل اوضتك وتغلق بابك وتصلي لابوك الذي يرى في الخفاء، يبقى انت عندك ايمان حقيقي بوجود الله واستماعه ليك ومحبته ليك ومحبتك ليه. انت كده مؤمن حقيقي. يبقى الايمان لابد ان يترجم لاعمال حتى ما نطلق على نفسنا مؤمنين حقيقيين. يقول بعد كده لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخواتي، عالمين اننا ناخذ دينونة اعظم. ربنا يسترها علينا. يعني ما نقعدش نبقى معلمين. معلم هنا مش معناه معلم في كنيسة بيدرس، معناها ما تبقاش معلم، يعني محترف وعظ. يعني ادوني الموضوع بس وانا هقول، لان احنا اللي بنقوله كر ده هيدلنا في اليوم الاخير. انت علمت الناس بكده. ده انت لما بنتك جت قالت لك كذا قلت لها بقول لك ايه، الموبايل نص ساعه، الموبايل ده مضر جدا، محدش يقعد على الموبايل كتير. وبعد ما هي نامت انا قعدت ساعتين على الموبايل. معلمين كثيرين يا اخواتي. لما اجي اعلم في مدارس الاحد يا ولاد الصيام دي بتسمو فيه الروح، والصيام لازم يكون معاه صلاه. ودينا داخلين على الصيام الكبير، يلا كل واحد يزود صلاته حته. بقول احلى كلام. طب وانا على مستواي انا اجي لابونا اقول له بص يا ابونا بصراحه الصيام عدى، انا حسيت ان انا غيرت انواع اكل، يعني ما عملتش اي حاجه اكتر من كده. امال كنت بتقول ايه؟ هتقول لي يبقى انا اللي ما اقدرش عليه ما اقولهوش. اقول لك خد التدريب مع اولادك، يعني قول يا اولاد يلا هناخد سلمه صغيره، يلا نزود مزمور واحد وانت قلدهم، ما تعليش عليهم وانت مش ناوي تمد ايدك. اعلى سنه صغيره بيهم واعلى معاهم سنه انت كمان. مش هقول لك ما تتكلمش، بس مش هقول لك نمثل. لازم يكون اللي احنا بنقوله في جزئيه بنمد ايدينا فيها عشان نكون بنعملها احبائي.
على رأي حد كنت مرة بتكلم معاه فبيقول لي على نصيحة يعني، وبعدين جه في نص الكلام كده قطم. يعني بيقول لي، بسأله مثلا، هقول مثال عام يعني، هقول له مثلا ازاي الواحد بيصلي ويركز في الصلاة، فمثلا يقول لي ايه، انك تمسك الأجبية وترفع عينيك لفوق وتقول الكلام واحدة واحدة وبعدين راح قاطم كده. قال لي بس يعني هم دول؟ قلت له لا اكيد. قال لي لا هم دول. قعدت اقرص. قال لي اصلا انا في الحتة دي لسه، انا كنت عايز اقول لك ويا ريت نصلي بدل صلاتين بكر ونوم نزود بقى كمان غروب وتسعة، بس انا نفسي لسه بجاهد فيهم، لما ابقى اعرف اعملهم كنت هبقى اقولهم لك. هو ده الصح بقى. يعني بينصحني، مش هقول ما نعلمش، لكن على قد ما يعلى سنة قد كده هو امين ودقيق في الحاجة اللي بيقولها لابنه. يبقى لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخواتي عالمين اننا ناخذ دينونة اعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعصر جميعنا، حاجات إحنا بنقولها بس لسه بنعصر فيها. وبعد كده ركز على عصرة معينة، ولعلكم لاحظتم أو هتلاحظوا إن القديس يعقوب متأثر قوي بالموضوع ده بالذات، ألا وهو اللسان والكلام دي بالذات. وأقول لكم دليل يمكن قلته لكم أول مرة مش فاكر تفتكروا ولا لأ. القديس يعقوب اللي كاتب الرسالة دي هو القديس يعقوب أسقف أورشليم، اللي هو كان رئيس مجمع أورشليم اللي في سفر الأعمال إصحاح 15. راجع كده أعمال 15 هتلاقي كل التلاميذ قاعدين بيتكلموا، وهو فضل ده هو رئيس المجمع وأسقف أورشليم الكبير اللي فيهم يعني. ساب كله يتكلم وساب كله يقول ملحوظاته وهو قاعد يسمع، وبعدين في الآخر خالص راح قايل كلمتين عبارة عن خلاصة اللي بيتقال عشان يجمع منهم الأفكار يعني. فهو حتى في دي اللي بيقوله بيعمله. قديس يعقوب يشهد الكتاب المقدس ان اللي مكتوب في يعقوب كرسالة هو اللي عمله يعقوب في أعمال الرسل. فقبل ما كان بيعلم كان فعلا بيعمل، هو ما ذكرش كده عن نفسه، بس الوحي المقدس أظهر لنا ان هذا الشخص بيتكلم بحسب ما يعمل بالظبط. يقول إن كان أحد لا يعصر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. يعني بالذات الكلام، التعبير، الأسلوب، طريقة صياغة الكلام والعبارات، ده يدل على القلب الهادي المحب هينضح من فمه كلام هادي محب. والقلب اللي مليان غليان وقلق كلامه مليان غضب وتوتر، لأنه من فضلة القلب يتكلم اللسان. كنا بنجيبها للولاد في مدارس الأحد، نجيب لهم كوباية ونجيب إزازة فيها مية بيور وإزازة فيها مية تربد غير نقية، ونقول لهم الكوباية دي عبارة عن حاجتين، قلب الكوباية مش اسمها قلب الكوباية، وبق الكوباية اسمه بق الكوباية فعلا. ونجيب المية النظيفة البيور ونقوم كبين لغاية ما المية تطلع من بق الكوباية، نقول لهم على حسب ما في قلب الكوباية بيطلع من بق الكوباية. هات بقى المية اللي مش نظيفة على حسب ما بتملى قلب الكوباية على حسب ما بيطلع من بق الكوباية. هي فعلا فهكذا على حسب ما انت بتحوش جواك وعلى حسب ما بيدور في قلبك بينتج وبينضح عليه كلامك. بصوا على واحد زي القديس الأنبا موسى الأسود، هندرسه بقى في الكورس اللي جاي بالتفصيل. الأنبا موسى الأسود في بداية رهبانته عنيف جدا، لما تقعد تقرأ كلامه عنيف جدا. مرة راجع من القداس لقى 3 حرامية بيسرقوا القلاية، راح مربطهم بالحبال. هو ما 3 حرامية ربطهم بالحبال وراح واخدهم مجرجرهم وجايبهم للقديس إيسيزوروس عشان يحييه، يعني سكتلكم 3 حرامية وايه دول يستاهلوا القتل، ازاي داخلين هنا، سيبهم لي بس. فالقديس إيسيزوروس قال له انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ قال له الحرامية. قال له ما عندناش حاجة اسمها نعاقبهم يعني. قال له هنعمل ايه؟ قال له فكهم، سيبهم يمشوا، سيبهم ياخدوا اللي هم عايزينه من الأجلية بتاعتك. كنت لسه بقراها من يومين. قال له احنا رهبان شغلتنا الصلاة، هم حرامية شغلتهم السرقة، دع كل واحد مننا يعمل عمله. وبعدين قال له تعالى انت عارف في واحد حدانا هنا اسمه القديس مكاريوس السكندري،
قديس مكاريوس السكندري مرة راجع زي حالتك كده برضو من القداس، قام لقى القلاية بتتسرق، قافلة جمال عمال تسرق قلالي الرهبان، وكان الدور على قلايته، فرجع لقاهم بيسرقوا ماشيين، فراح داخل القلاية بتاعته يعني اللي يحصل يحصل، فلقى في برطمان زيتون نسيوه، فراح واخد برطمان الزيتون وطلع وراهم: يا جماعة نسيتوا برطمان الزيتون. فلا يا حبيبي احنا بنسيبهم يخرجوا. ففي الأول عنيف جدا. على فكرة الحاجات دي أنا كنت أظن إنها في القرن الرابع. مرة كنت في خلوة في الدير، وكان أب راهب كبير قوي، أعتقد مش عارف ربنا يديله الصحة لسه عايش ولا لأ، بس كنت بعد القداس قال لي تعالى هنروح لأبونا فلان، فراح واخدني ورايحين لأبونا فلان ده. ففي النص عدينا على القلاية بتاعته، فبيقول لي ثانية واحدة كده بس هفتح القلاية، ففتح القلاية معرفش عايز يعمل ايه، فأول ما فتح القلاية لقى قلم واقع في كورنر القلاية كده. أنا بصيت لقيت القلاية مسطبة، هي ما فيهاش أي حاجة، هي متمحرة، أرض متمحرة بس، وفي قلم قاعد على الجنب. جري زي الصقر كده وراح رايح واخد القلم: امسك الهدية دي، خدها. قلت له خليها لك يعني يا ابونا، ده قلم يعني. لا ما عنديش حاجة في القلاية، أنا ما عنديش حاجة، خد القلم. قلت يا رب، يعني الواحد ساعات يقرا حاجات من القرن الرابع ويحس ان دول ناس بقى كانوا يعني روحانيه اوفر قوي، لكن لا، هي الروحانيه واحده، وهي يظهر الاحساس واحد مستديم، والميل للترك ده ما علينا. فالانبا موسى الاسود كلامه كان بناء على قلبه، وافعاله بناء على قلبه. لكن بص على الانبا موسى الاسود بقى بعد 40 سنه لما جابوا له واحد علشان ممسوك بقى، هم اللي مسكوه في ذات الفعل، ايا كانت الخطيه مش مكتوب كان عمل ايه الخطيه، وجابوها له، كان هو ساعتها رئيس الدير، وقالوا له خده بقى احكم عليه. لا، ده كان ساعتها قلب تاني بقى. زي ما انتوا عارفين راح ماسك كيس رمله وخرمه ومشي وسط الرهبان، قالوا له بتعمل ايه يا ابونا؟ قال لهم الرمله اللي بتقع دي عدد الخطايا اللي انا عملتها في حياتي. الشخص اللي انتوا جايبينه عمل رملايه منهم، فانا يلي صاحب شوال الرمل هدين واحد عمل رملايه. انتوا لو شايفين ان حد منكم بار وينفع يقضيه يبقى يقضيه. ونفسها شفناها في ابونا فلتقوس، انتوا شفتوا القصه والفيلم، انه يعني اما طهر انا الاول قلبي من ذنوبي يبقى اروح احاكم غيري. ايه ده؟ حسب انبا موسى الاسود قعد 40 سنه يملى قلبه نظافه، فمن غير ما يمثلها طلع من قلبه نظافه، طلع من فمه قصدي كلام نقي ونظيف. لكن لما كان قلبه لسه معكر كان لسانه. فهنا القديس يعقوب بيقول خلي بالك كلامك، سيبك من انه هيضايق الناس ولا هيحكم عن الناس هتقول ايه، مش دي الموضوع. الموضوع انه يعرفك نفسك. يعني ساعات واحد يقول هو انا قلبي يوزن عندك يا رب؟ اقول لك اسهل مقياس شوف كلامك يوزن عند ربنا ولا لا. الكلام هو من فضلة القلب. لو كلامك باستمرار في شفقة، في التماس عذر، كلام بنعمة مصلحا بملح زي ما القديس بولس قال، يبقى قلبك مليان نعمة ومصلح بملح. لو كلامك مليان إدانة ومليان غيظ ومليان عصبية ومليان تعدي بكلمات لا تليق، يبقى القلب مليان كلام لا يليق. من فضلة القلب يتكلم اللسان. إن كان أحد لا يعصر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. كلمة يلجم دي تفكرنا بلجام الخيل، فهو قال هو ذا الخيل نضع اللجم اللي هو اللجام اللي في أفواههم لكي تطوعنا فندير جسمها كله. هو ذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار تسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلا حيثما شاء قصد المدير. يعني سواء اللجام اللي هو حاجة جلد صغيرة خالص بالنسبة لجسم الحصان، أو الدفة اللي هي حاجة صغيرة جدا بالنسبة لحجم السفينة، لكن سواء اللجام أو سواء الدفة اللي في قعر السفينة دي هي اللي بتحرك السفينة كلها. فاللسان إذا كان عضو صغير جدا لكن هو اللي يحرك الجسم كله، إما ناحية الشر إما ناحية الخير. هكذا اللسان أيضا وهو عضو صغير ويفتخر متعظما، هو ذا نار قليلة أي وقود تحرق ورده. لو شوية وقود قد كده ممكن تحرق غابة. فاللسان نار عالم الاسم. هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم.
لأن كل طبع للوحوش والطيور والزحفات والبحريات يذلل وقد تذلل للطبع البشري، أما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله، هو شر لا يضبط مملوء سما مميتا. تقولي ده عمال يطلع لسان وحش قوي، مفيش حاجة حلوة خالص. لا، اللي جاي اهي. به نبارك الله، يعني هو مش قصده ان اللسان دايما وحش، لكن قصده انك لازم تلتفت لضبط لسانك. به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين تكونوا على شبه الله، من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة. لا يصلح يا إخوتي أن تكون أمور هكذا. لعل ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر. هل تقدر طين أن تصنع زيتونا أو كرم طينا؟ لا، ولا كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا وعذبا. يبقى على حسب ما في قلبك بتطلع الثمرة. شوف في قلبك تحوش ايه تلاقي طلع من الآخر. عشان كده أحبائي حاول تملأ قلبك باستمرار بأمور روحية، بأمور بناءة، عشان دي اللي هتطلع على لسانك، ولا هتطلع في أحلامك، ولا هتطلع في رغباتك، ولا هتطلع في وقت فراغك، حسب قلبك مليته ايه. بعد كده يدخل في موضوع تاني. طبعا انا قلت لكم ان كلمات القديس يعقوب بل والاسفار بتاعت الرسائل الكاثوليكون كلها احنا واخدينها في كورس دلوقتي بعنوان اعمل ايه، يعني كلها حاجات عملية. فاتكلمنا مثلا على الايمان والاعمال. اعمل ايه؟ يعني طابق اعمالك على ايمانك. لقيت اعمالك فيها نقاط ضعف، راجع ايمانك احسن يكون هو اللي ضعيف. وهنا اعمل ايه لما الاقي لساني مش كويس؟ يبقى قلبك مليان حاجات مش كويسة، لان مستحيل يكون القلب مليان سير قديسين والحان ويقوم يطلع اغنية. هيجيبها منين الاغنية؟ ما هو على حسب ما محوش جواه، على حسب ما هيطلع. يدخل بقى في موضوع كمان، يقول من هو حكيم وعالم بينكم فليري اعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. يعني اللي يقول عن نفسه ان هو حكيم نلاقي تصرفاته طلع حكيمة. ولكن إن كان لكم غيرة مرة، هنا نتكلم عن الحكمة. إيه حكاية الحكمة دي؟ ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. يعني إيه؟ الحكمة أحبائي ده أقنوم الابن، اسمه أقنوم الحكمة. حاجة عظيمة الواحد يبقى حكيم. بس هنا بيقول خلي بالك ان مش كل حكمة هي حكمة حقيقية روحية. في ساعات حكمة نتيجة ان في بالك فكر انت متحزب له، ميال له، فعايز تطلع حكم وعايز تطلع مبررات عشان تبرر اللي بيحصل، وهتسميها حكمة في الاخر، بس هي مش حكمة، هي ده فكرك. فبيقول التحزبات ظهرت منين؟ من ناس حكيمة جدا بس حكيمة غلط. يعني هل حد يقول ان اريوس ما كانش ذكي وحكيم حكمة نفسانية شيطانية؟ هو حكيم، بس حكيم يعرف يقنع الناس بس الغرض شخصي. هل يهوذا ما كانش حكيم؟ كان حكيم حكمة شيطانية، عرف يحبكها ويسلم المسيح. ذكي بس الحكمة هنا نفسانية وشيطانية. فبيقول مش كل واحد يعرف يعمل حاجة اللي في دماغه دي معناه ان هو انسان حكيم حكمة روحية. راح قايلها ازاي؟ ليست هذه حكمة نازلة من فوق، بل هي ارضية نفسانية شيطانية. يعني في بعض الناس من كتر ذكائهم يأثروا على اللي قدامهم نفسانيا، ويخلوه يبكي من هو قدامهم ويقتنع بكلامهم جدا وينتمي ليهم جدا مثلا ويصدقهم قوي، وهم في الاخر واخدينه للهلاك. كل العمالقة اللي عملوا ايديولوجيات او معتقدات او افكار لموا حواليهم ناس وبعد كده ورطوهم. دي كانت حكمة نفسانية، اثروا عليهم نفسيا. طب امال ايه الحكمة اللي مقصودة اللي جاية بقى؟ لانه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل امر رديء. يعني طالما في باله هو عايز يثبت حاجة معينة ويلم الناس ناحيته يخليهم حزب معاه، يبقى هيطلع أفكار مشوشة. طب امال الحكمة اللي احنا عايزينها ايه بقى؟ وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة، ثم مسالمة، مترفقة، مذعنة، مملوءة رحمة وأثمارا صالحة، عديمة الريب والرياء،
وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. يعني ايه عشان نختم بالحتة دي؟ مفيش حد مننا احبائي ما بيطلبش يا رب اديني حكمة في اليوم كذا مرة. طب يعني ايه واحد حكيم؟ خلي بالك ممكن واحد معاك في الشغل حكيم جدا بس في الشر، عرف يكسب فلوس، لكن اللي عمل ده مش حكمة، اللي عمله اسمه خبث او مكر او دهاء او تأثيرات مادية نفسانية شيطانية. مش معنى انه طلع بمكسب او خطط صح ان دايما بيكون ده الخير او دي الحكمة المقصودة. ده ممكن تكون حكمة تودي في داهية وتودي الجحيم. امال ايه اللي مقصودة؟ راح قايل لك شوية صفات. قال عايز تعرف انت حكيم بجد والقرار اللي انت اخدته ده قرار حكيم بجد، اول حاجة يكون طاهر. طاهر يعني نقي، يعني مفيش من وراه شهوة، يعني بشكل محايد، انا مش عايز من وراه منفعة شخصية. عشان كده دايما نقول لحضراتكم عايز تاخد رأي حد في حاجة شخصية، خد رأي واحد ملوش اي مصلحة في الموضوع. لانك لو بتاخد رأي اخت جوزك في حاجة خاصة ببيتك، ما هي برضه ممكن يبقى الانفعال في اتجاه اخوها مثلا، يعني بقول اي حاجة طبعا يا ريت ده ما يكونش بس بدي مثال. يعني لو بتاخدي رأي صاحبتك في اللي متقدم لك اسوأ، يعني برضه ما هي من سنك وهو معاكم في الخدمة، يعني برضه خدي رأي طاهر، يعني رأي محايد، يعني رأي نقي، يعني الرأي لا يشبه أي نوع من الشهوة أو الميل الشخصي. معلش المثالين جم في بالي كده يعني. ثم مسالمة. مسالمة يعني إيه؟ يعني الرأي اللي هيطلع في الآخر ينشئ سلام، ما ينشئش خصام. دايما القرار الحكيم يعطي مزيدا من السلام، مش يعطي مزيدا من الخصام. الرأي اللي هيطلع من وراه هنتخانق، هنخسر بعض، هنعادي ناس، يبقى ده ما كانش رأي المسيح أكيد، ده رأي غير حكيم. يبقى الرأي الأول مش منحاز، نقدر نقوله الصفة الأولى للحكمة إنها ما تكونش منحازة لشهوة معينة. رقم 2 إنها ينتج عنها سلام. شوف آخر آية يقول إيه؟ وثمر البر يزرع في سلام من الذين يفعلون السلام. يعني لو عايز تحكم عليها تلاقي طلع في الآخر سلام، لأن اللي زرع بغرض السلام. مترفقة. القرار الحكيم مترفقة مذعنة، مقصود بيها شبه بعض، مقصود بيها طويل الأناة، يعني ممكن تاخد وقت. ما بيبقاش القرار الحكيم أبدا مصحوب بتسرع. عادة القرارات المتسرعة غير حكيمة. القرارات اللي بمعنى أصح الانفعالية هي قرارات غير حكيمة. عشان كده برضو نوصيك نقول لك وانت منفعل ما تاخدش قرارات كبيرة. ما تقولش بكرة الاستقالة هتكون قدامه على المكتب، انت عشان شادد معاه بس والدنيا ضلمة خالص وكأنك مش عايز تشتغل الشغلانة دي تاني والناس كلها أشرار، بس وانت مشدود كده ما تاخدش قرار عنيف زي كده. طيب ما انتش نازلة من البيت تاني والمفتاح العربية هتبقى معايا. ثواني، انت منفعل ودي حاجة اكيد هتقول ايه اللي انا قلته ده ما يصحش. طب مين هيجيب العيال من المدرسة؟ ابسط حاجة يعني. طب مين اللي هيجيب لك؟ مش طب شيل بقى انت الشيل، يعني كله غلط. فالقرارات المنفعلة المش مترفقة ومش مذعنة دايما هي قرارات غير حكيمة. مملوءة رحمة. القرار الحكيم دايما بتبص للآخر، مش بتبص لمصلحتك بس، بترحم الآخر، بتعديله شوية في مقابل ان احنا نعمل قرار في الآخر او نأخذ عمل في الآخر، ديسيجن معين وتصرف معين هنعمله يكون يصنع رحمة او مليان ترفق ورحمة. القرارات الحكيمة او الافكار الحكيمة او القعدة الحكيمة دايما فيها كلمة معلش، دايما فيها كلمة طب معلش نحتمل. وده الكلام اللي بيضايق المشاكل الزوجية، لانهم قاعدين مع ابونا او مع مشير روحي حكيم، فبطبيعة الحال هيقول لها معلش طولي بالك، برضه هتقول لي معلش. ما هو القرارات الحكيمة دايما فيها كلمة معلش وطولي بالك دايما.
علشان نهدي النار عشان تصبح رماد ونبقى نحكم، وهي نار كده مش بتنفع. وفيها نوع من الرحمة، المعذرة، اعذر غيرك، حط نفسك مكانه، اشعر مشاعره، ما تقعدش تحكم على تصرفاته، ادخل جواه شوف هو ليه عمل كده، اصنع رحمة. وخدناها في الإصحاح اللي فات في الآية رقم 13، الرحمة تتفوق على الحكم، يعني ما تتسرعش في الحكم، ادي مسحة رحمة للحديث. قول معلش، ما هو المسيح سامحنا كتير. صدقوني بتجيب فرق كبير لما المسيح يترسم قدام الناس في القعدة كده. طب المسيح اللي مصلوب اللي بيخر دم ده عمل حاجة عشان يتصلب ويتهان كده؟ انت مش عايز تعدلها ان هي عملت تصرف من وراك او من غير ما تقولك، غلطت وبقى لها ساعة بتقولك انا اسفة. مفيش رحمة حبيبي. فان القرار الحكيم او الجلسة الحكيمة لازم يكون غرضها زرع الرحمة في اللي قدامي. اصل لازم يطلع واحد غلطان، فمش معنى كده ان الغلطان هنجلده، الغلطان هنرحمه. والقعدة لازم ترسي على تصالح، مش انتصار لشخص هنرفع ايديه زي الملاكمة كده. لازم القعدة هتنتهي ان احنا حبايب، مش ان في واحد جاب جون. القرار والجلسة الحكيمة تنتهي برحمة وأثمارا صالحة. تعرف منين ان القرار ده كان حكيم؟ بص قدام شوية عمل ايه؟ عمل حرب، عمل طلاق، عمل تربص، لكل واحد عمال يتربص للتاني على الغلطة، ولا عمل ان بقوا بيتناولوا مع بعض والولاد بقوا في جو سليم ودرجاتهم تشهد ان هم كده بقوا مرتاحين نفسيا؟ يبقى ده كان قرار حكيم لانه طلع اثمار صالحة. لما خدت قرار في وقت من الاوقات وكان بالنسبة لك يوجع، بس لقيت بعد وقت لا الحمد لله اني سبت الشغل ده، تعبت شوية وقعدت فترة ادور على شغل غيره، بس بعدت عن الخطية دي وبعدت عن العلاقة دي وبعدت عن التفكير ده، انا بقيت اتناول عارف ابص في وش المسيح، لا ده مليان اثمار صالحة. يبقى ده كان قرار حكيم اكيد طالما طلع اثمار صالحة. والعكس، انا من ساعة ما دخلت الشغلانة دي او من ساعة ما دخلت في العلاقة دي والاثمار غير صالحة، بنوتة تيجي بعد 7 شهور متعرفة على ولد وفي مشروع خطوبة، ولا يوم بتروح مبسوطة ونسيت الخدمة، واخر قداس كان من 5 شهور اللي هي كانت كل يوم معانا، واللي كانت بتحبه في الانجيل قال له، واللي كانت بتحبه من اهلها قلبت عليهم وكرهها في ابوها وخلاها تغير من اختها اثمار غير صالحة. يبقى ده قرار غير حكيم الارتباط بهذا الشخص. مع كل احترامي طبعا ممكن يطلع ولد كويس بس العلاقة فيها مشكلة. يبقى القرار الحكيم تعالوا نراجعهم: اولا محايد وغير متحيز طاهر، ثانيا مسالم يصنع سلام مش يصنع مزيد من العراك، مترفق ومذعن طويل البال وياخد وقت مش انفعالي ومش سريع، مليان رحمة. في الاخر لازم نبقى التمسنا الشفقة والرحمة والعذر، مش كسبنا واحد على حساب تاني. ليه أثمار صالحة، يعني طلع في الآخر منه نتائج تقول إن فعلا القرار ده كان حكيم. وآخر حاجة يقول عديمة الريب والرياء. يعني إيه عديمة الريب والرياء؟ يعني القرار الحكيم يضيع التوتر والقلق. الريب يعني الشك والمهزوز كده والقلق، والرياء يعني تشبهها. يعني مقصود بيها إيه؟ القرار الحكيم دايما ينشئ داخل قلبك مصالحة، اتصالحت على نفسك، مش قلقان على نار كده. عشان كده ساعات لما حد يجي يقول لنا اعرف منين صوت ربنا، نقول صوت ربنا دايما في الصفات دي. صوت ربنا يقودك لحاجة افضل، لثمر صالح. صوت ربنا مستمر وهادي. صوت ربنا ينشئ جواك سلام. صوت ربنا اكيد مش عكس وصية ربنا، فكده تميز يبقى ده صوت ربنا. فمن ضمنه حتة الشعور بالمصالحة الداخلية او بالسلام الداخلي، مش خناق او معارك عمالة تزيد جواك، لا انا كده تمام. حتى ساعات يكون القرار مش نظريا مش نجاح،
يعني كأنك فشلت. يعني مثلا ياما قرارات يبعد عن الكل، انفصال خطوبة مثلا او فك خطوبة، اكيد دي حاجة مش مريحة يعني للطرفين، لكن الشخص يقول لي انا فعلا من بره مشدود وفعلا، لكن انا من جوه هو ده رأي ربنا، انا تمام، انا تمام، هي لازم ده كان يحصل. هتعب شوية طبعا لاني كنت متعلق عاطفيا، هتاخد شوية وقت، بس انا من جوه انا عارف ان ده صوت ربنا. لا، كانت مليان اسمار غير صالحة، كان الموضوع مفهوش طهارة، كان الموضوع ما كانش مسالم، موضوع ما كانش مترفق، موضوع مليان انفعالات. انا كده تمام، مع ان المفروض نظريا كان المفروض يقلقك، لكن لما بيكون رأي ربنا او ده الطريق الحكيم او ده الاختيار الحكيم، بتلاقي معاه سلام حتى لو كان عكس ارادتك، بس تلاقي جواه سلام. ساعات نشعر بيها ساعات في التوبة نفسها، التوبة تبقى دموعك نازلة ومتغاظ من نفسك جدا، ازاي الشيطان يضحك عليا لهذه الدرجة، بس بتحضر القداس ودموعك تمثل غيظك من نفسك ومن الشيطان اللي وقعك، بس من جواك انت في سلام، حاسس انك متعزي. فين كلمة متعزي؟ ربنا قابلني، يعني انا كفاية ان انا في حضنه كده، انا كده اوكي. التعزية او السلام معناها انه كان قرار حكيم وجودك في القداس في الوقت ده، والتوبة اللي انت واخدها دي حتى لو كانت وجعك شوية ومتضايق من روحك. يبقى هنا برضو سؤال اخير سأله لنا القديس يعقوب بطريقة عملية، زي ما قلنا كده هو الكورس اسمه اعمل ايه. فالسؤال المشهور ازاي تبقى قراراتي حكيمة اهم، طاهرة، مسالمة، مترفقة، مذعنة مع مترفقة، مملوءة رحمة وأسمارا صالحة، عديمة الريب والرياء. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.